السلام عليكم. اليوم مع وصفة فرح وإيمان إن شاء الله. جبت لكم وصفة تاع الجيل الذهبي اللي هي تفاح معسل. على بالي بلي هذه الوصفة يحبوها كبار وصغار، وتفكرنا زمان كي كنا صغار كان الوالد ربي يرحمه يجيبها لنا من السوق ويجي كنا نتخاطفوا عليها. اليوم إن شاء الله حبيت نشاركها معكم، على بالي بلي كامل راح تفرحوا بها وتفرحوا بها أطفالكم. بلا ما ننساو أهل غزة، ما تنساوهمش بالدعاء إن شاء الله، ربي يفك عليهم الحصار يا رب. وضربوا خلونا نروحوا كامل مع بعض نشوفوا واش نحتاجو كمقادير لهذه الوصفة تاع التفاح معسل. نحتاج كمية تاع التفاح اللي كنت غسلته ونشفته من الماء، نحتاج كاس تاع السكر، نحتاج ملون احمر غذائي، نحتاج اعواد الخشب والكسرونه اللي راح ندير فيها. نحط على الكسرونه كاس تاع السكر، ونزيد له ربع كاس تاع ماء، نضيف ربع كاس تاع ماء، بلا ما ننسى الملون الغذائي. راح نستعمل هذه الكميه. اللي يحب الخليط تاعو يكون احمر بزاف فونسي كثر الكميه تاع الملون، ونحرك ونحطو على النار حتى يذوب وتولي عندي الكراميل جاهزه. حطيته على نار قليله فوق الهادئه هكذا، وراني نحرك في نفس الوقت مع التحريك المستمر حتى يذوب لي كامل هذاك السكر وينسجم مع ذاك اللون الاحمر وتولي عندي كراميل. انا نبقى نحرك حتى يبدا عندي السكر يذوب ويولي الخليط يغلي، ونعاود نوريكم القوام تاعو. شوفوا الخليط كيفاش يولي يغلي ويولي ثقيل. دوك راح نسيي نحط في الماء، شوفوا القوام كيفاش يولي يتعلق. هنا عرفوا بلي الكراميل راهي واجده، نضفوا عليها ونبدا نغلف في التفاح تاعي. ودرك نبدا نغلف في التفاح تاعي، بما انه التفاح راه متواجد باسعار رخيصه لازم نحاولوا نستغلوه. وعلى بالي بلي هذه الوصفه يحبوها كبار وصغار هكذا. وحاولوا انكم تحطوه فوق ورق الطهي باش ما يصدلكمش. انا راح نحطو فوق الرخامه تدهنتها بشويه تاع الزيت. بابي كريسو ما كانش متواجد معايا هكذا. ولا خفتو السكر تاعكم يتحجر ولا يديركم هذوك البراكس، حاولوا انكم ديروا عصره تاع القارص ولا مغرف صغيره تاع العسل اذا ما كانش عندكم القارص، ولا شويه تاع الجلوكوز هكذا. نغلف كامل الحبات تاع التفاح تاوعي هكذا. حاولوا انكم تميلوا شويه كسرونه باش الكراميل تلبس كامل حبات التفاح. نكمل كاع واش عندي ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي تاعها. وفي الاخير هاوليكم التفاح تاعي بعد ما كنت عسلته قدمته في هاد لاصياد. شوفوا كيفاش يجي الله يبارك. هذيك الكراميل تبقى طريه ما تجيش كامل يابسه. ونزيد بنه للتفاح. على بالي بلي وصفه قديمه كنت فكرتكم بها، ان شاء الله تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم وراح تفرحوا بها اطفالكم. وانا نقول لكم الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم، واللي هذا وراني لاحظوا في الفيديو ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانا نقول لكم الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.